بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبروك 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 بالثلاثة للنادي الأهلي. النهاردة قدم مباراة روعة روعة روعة، خطف الزمالك بثلاث أهداف وكان ممكن يجيب كمان زي قدهم وأكتر منهم كمان، في مقابل إن الزمالك ما عملش ولا هجمة خطيرة على مرمى النادي الأهلي. طوال 90 دقيقة 94 دقيقة الزمالك ملوش وجود في المباراة إلا في شوطة واحدة في الدقيقة 29. الاهلي اكتسح. الاهلي يا جماعه بمن حضر، الاهلي خطر، الاهلي خطر. النهارده كابتن مدحت شلبي امتعنا تعليقا ووصفا وكل حاجه النهارده. يعني زي ما قال يا ليله رد على المستبد. النهارده اليوم كله احمر في احمر، حاجه روعه روعه روعه. الاهلي النهارده يا جماعه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عمل كل حاجة في الكورة، عمل كل حاجة في الكورة. خلى الناس اللي كانت طالعة عمالة تقول يلا احنا عايزين نمسك بقى الفرقة ديت نعمل فيها ونسوي، موتوا نفسكم اعملوا في الملعب مش عارف ايه، وعمالين يقولوا ويعيدوا ويقوموا الناس ويقوموا اللعيبة ويهيجوا الجمهور ويعملوا فتن. الناس دي فين دلوقتي؟ الناس دي المفروض دلوقتي يعني يتكسفوا بقى على دمهم ويعرفوا ان مفيش حاجة اسمها كده في الكورة. الكرة مجهود، الكرة علم، الكرة تدريب، الكرة ناس بتفهم، الكرة ازاي تستغل فرصة، الكرة ازاي ان انت تبقى اخلاق في الملعب، ازاي ان انت ما يبقاش في حكم بيجاملك وبعدين ساعة ما يتخلى عنك تلاقي نفسك سقطت. الكرة ان انت ما تبقاش تاخد منشطات وتعمل حاجات ان هي تديك قوة مصطنعة، ولما القوة المصطنعة دي تغيب عنك ما نشوفكش في الملعب، لا انت ولا زميلك. الكرة فيها حاجات كتير قوي يا جماعة. الكرة اخلاق، الكرة مبادئ، الكرة الاهلي، الكرة هي الاهلي، الكرة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي. الكرة حاجات كتيرة قوي كلها اتحققت النهاردة. الاهلي النهارده اكتسح يا جماعه الملعب، اكتسح فرقه الزمالك. النهارده ما كناش شايفين اللون الابيض نهائي في الملعب، النهارده كان اللون الاحمر هو المسيطر على كل شيء. فعلا كانت ليله رد النهارده، حاجه جميله جميله جميله. امتعونا 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 وبسطونا النهارده، طلعونا يعني خلوا النهارده عيد عيد فعلا بالنسبه للنادي الاهلي. فرق يا جماعه دلوقتي 8 نقط، فرق 8 نقط عن الزمالك. هو ده الزمالك يا جماعه، هو ده مستواه الحقيقي، هو ده اللي في الدقيقه 92 شيكابالا مش عارف يوقف الكوره، مش عارف يوقف الكوره، الكوره جات له، جت في رجله وطلعت. مفيش اعصاب، مفيش، خلاص. انت قدام فرقه هدتك خلاص، مالكش وجود، مسحتك من على الملعب. هو ده الاهلي يا جماعه، هي دي روح الاهلي، هي دي، هو ده عزيمه رجال الاهلي. هم دول لعيبه الاهلي اللي بيظهروا فعلا وقت الشدايد وبيظهروا وقت الجد. النهارده كان في كتله من نار النهارده في الملعب، مفيش لاعب كان بيقف، مفيش لاعب كان سايب لاعب في الزمالك في حاله. مان تو مان في كل حته، تأمين دفاعي، لما يطلع هجوم الكل بيطلع يهاجم، في دفاع معظم اللعيبه بترجع لورا. النهارده كان في موقفين قبل ما ندخل في الوسط التفصيلي بتاع المباراه، موقفين يحسبوا جدا 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 للاهلي، ونعرف ازاي ان هم كانوا حريصين ان هم يطلعوا بالمباراه بالشكل دوت. والكره كانت في الدقيقه 24 في نص الشوط الاولاني، محمد هاني جه بيرمي اوت من على خط التماس، عمال يقول لرامي ربيعه ارجع، انا برمي الاوت ارجع سد مكاني. كله حرص يا جماعه. الكاميرا جابته وعمال بيقول له انا هرمي الاوت، انت ارجع غطي عشان لو الكره رجعت تلاقيك. الموقف الثاني موقف في غايه الروعه بعد هدف كهربا. علي معلول اللاعب الاجنبي، هو طبعا مش اجنبي، علي معلول دلوقتي معمول من ميه الاهلي يا جماعه، معجون بالاهلي خلاص. يعني علي معلول مصري بنسبه 99%، اهلاوي بنسبه 100%. الراجل ده لازم ان شاء الله يبقى كادر من كوادر النادي الاهلي. النهارده في الدقيقه 61 بعد هدف كهربا بيلم اللعيبه حواليه في نص الملعب وعمال يقول لهم شدوا حيلكم احنا عايزين نجيب الثاني، ما ينفعش كده، ما نقفش على كده. لم كل اللعيبه في نص الملعب، الكاميرا الخاصه جابته وهو بيكلمهم. علي معلول اللاعب اللي المفروض اجنبي، هو دوت ليدر في الملعب. الشناوي كابتن، وعلي معلول ليدر في الملعب، بياخد التعليمات وبينفذها، بياخد التعليمات وبيقولها، بيشحذ همم زملائه. النهارده موقفين من اروع ما يكون، كل المواقف بتدل على حرص اللعيبه
حرص اللعيبه حرص التام ان هم يطلعوا بالمباراه بالفوز وباكبر عدد من الاهداف. لما النهارده يجي 3 اهداف في مباراه زي ديت، يبقى احنا ما بنلعبش فريق، يبقى احنا بنلعب يعني فريق ضعيف جدا جدا. اللي يجي فيه 3 اهداف، وكان ممكن يجي فيه اهداف اخرى لو كان فيه استغلنا الفرص المتاحه. زائد ان هم ما لهمش اي هجمه خطيره، اللهم ان شوطه واحده بس شاطها دونجا في الدقيقه 29 من الشوط الاولاني. غير كده فرقه 94 دقيقه ما لهاش هجمه واحده خطيره. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبه، مبروك للجهاز الفني، مبروك لكولر. كولر اللي بعض المتنطعين عمالين بينتقدوه. بتنتقدوا مين يا جماعه؟ بتنتقدوا واحد الاول على الدوري العام بيلعب في 4 بطولات، فاز في دلوقتي بقوا 18 مباراة، فايز في 14 وبتعادل في 4. بتنتقدوا مين؟ بتنتقدوا مدرب كله يعني مهارة، كله نجاح، كله تفوق. انتوا بتتكلموا ازاي؟ الناس اللي هي بتقعد بس عشان تتكلم وخلاص. الناس اللي انتقدت كهربا وعماله كهربا اول مباراة جاب هدف، تاني مباراة جاب هدف، وفي مين؟ في الزمالك. قص شريط المباراة، افتتح المباراة بهدف ولا أروع، فتح السكة لمحمد شريف المخيف اللي جاب لنا الثاني والثالث. محمد شريف اللي رجع تاني زي ما كان الأول، زي السنة اللي قبل اللي فاتت لما كان هداف الدوري. الأهلي النهاردة عمل كل حاجة، وإن شاء الله التدعيمات اللي كمان نزلت النهاردة. يا جماعة في النهاردة يعتبر في 3 لعيبة بيلعبوا لأول مرة. خالد عبد الفتاح اللي اتلعب لاول مره سيرد باك، لعب مباراه كبيره جدا ضد الاهلي والزمالك. لما يلعب اول مباراه ليه بالشكل دوت ويبقى عنده الثقه ديت، تبقى حاجه جميله قوي. مروان عطيه اول مره يلعب النهارده. كهربا تاني مباراه ليه. لما يبقى في 3 عناصر، طاهر محمد طاهر راجع من اصابه طويله، لما يبقى اللعيبه دولت في الملعب وبيلعبوا بالشكل دوت وبالقوه ديت، وفي غياب 9 لعيبه، 9 لعيبه بالظبط اساسيين غايبين عن الاهلي. الاهلي يا جماعه بيلعب المباراه دي وفي 9 لعيبه اساسيه غايبه عنه. نقول ايه تاني؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النهارده الاهلي عمل كل حاجه كل حاجه كل حاجه. امتعنا بسطنا. النهارده الاهلي نازل من اول المباراه وهو داخل بحرص، عارف ازاي امتى يدافع امتى يهاجم. مش عايز يندفع شويه وبعد كده يجي فيه هدف تبقى مشكله، لا كان بيلعب بتوازن دفاعي وهجومي خطير. كولر النهارده ممتاز ممتاز ممتاز. النهارده الراجل بدأ بالشناوي حارس مرمى، محمد هاني باك يمين، ومحمد هاني ما نقولش بقى على محمد هاني. محمد هاني حاجة تانية تانية تانية، لاعب أوروبي بكل المقاييس، اللاعب الأوروبي. جري، رفع كرات، شوط على المرمى، دفاع، هجوم، حاجة ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميه يا رب. محمد هاني باك يمين، علي معلول باك شمال، في الوسط خالد عبد الفتاح القادم الجديد ورامي ربيعة. خط الوسط المدافع اليو ديانج وحمدي فتحي. وحمدي فتحي وما ادراك ما حمدي فتحي، المايسترو حمدي فتحي، حاجه عاليه قوي قوي قوي. عندك الشحات في ناحيه اليمين، عبد القادر ناحيه الشمال، قفشه في مركز 10، كهربا راس حربه المهاجم الصريح. كهربا يا جماعه الثاني مباراه على التوالي يتحط راس حربه ويخلي كولر شكله حلو، ينجح وجهه نظره. كهربا النهارده راس حربه وبيحرز هدف، حاجه روعه روعه. وكان في كورتين كمان خطيرتين جدا ربنا ما وفقوش فيهم، لكن احرز هدف المباراه الاولاني اللي فك الاشتباك خالص. نيجي للوصف بتاع المباراه في الدقيقه 19 من الشوط الاول. اول شوطه كانت من قفشه، من لعبه من عبد القادر. عبد القادر طبعا صال وجاي ناحيه الشمال وما ادراك مع عبد القادر اللي النهارده فعلا اشبه لعيبه الزمالك ترقيص. في دقيقه 27 كهربا شارك من ناحيه اليمين وشاط بره، بس كانت الكره اتحسبت تسلل، بس كان كهربا واخدها بجد جدا، وفعلا كانت الكره اقرب انها تكون هدف. في الدقيقه 29 الشوطه بتاعت دونجا اللي طلعها الشناوي، ودي الشوطه الوحيده طول المباراه اللي جت على مرمى الشناوي. من الدقيقه 30 للدقيقه 34 هجمات متتاليه من النادي الاهلي، كلها هجمات خطيره، بس كان عواد بتوصل لعواد في الاخر. في الدقيقه 34 ضربه حره من ناحيه اليمين بيشوطها زيزو بتطلع بره. زيزو النهارده يا جماعه ما كانش له وجود، يعني شيكابالا مش عارف يوقف كوره، وزيزو ما كانش له وجود. هم دول اللعيبه وهم دول اللي خرجوا الزمالك من كاس مصر قدام بيراميدز من كام يوم. الشوط الثاني في الدقيقه 53 شوطه من محمد هاني بعد ما قطعها بمهاره،
صاروخ بيصدها عواد. الكرة بكل قوة بكل جدعنة قطعها من نص الملعب وجري بيها وشاطها، خدها لقاها عواد بين ايديه. صاروخ محمد هاني بصراحة النهارده ما شاء الله عليه. في دقيقة 57 انفراد من كهربا من ناحية اليمين، شاطها ضعيفة في ايد الحارس. في الدقيقة 57 طلع المسلوسي ونزل عمر جابر. وهنقول لك على التغييرات النهارده اللي عملها فيريرا، تغييرات في منتهى يعني، هنقول ايه بس يعني تغييرات وحشه جدا جدا. في الدقيقه 57 طلع المسلوسي ونزل عمر جابر، وعمر السيسي نزل وطلع ونزل بداله مصطفى الزناري. تغييرين كانوا اضعفوا الزمالك اكتر ما هو ضعيف. في دقيقه 59 تمثيليه من مصطفى شلبي، ضرب بص كده في منطقه الجزاء. لو كنا طبعا لو كان في حكم مصري كان يقول على طول صفاره وضربه جزاء. تمثيليه يعني باينه قوي. طبعا قام يعني ما فيش مشكله. في الدقيقه 60 بقى هدف كهربا، الهدف اللي هو بجد يعني حاجه مفرحه مفرحه. الكره بدات من اول نص الملعب من ديانج اداها للشحات. الشحات بص لبعيد، بص لمنطقه الجزاء، لقى حمدي فتحي جاي في منطقه الجزاء يا جماعه، في السكس يارد يا جماعه، قدام السكس يارد. يعني ده مكانه، ده راجل خط وسط مدافع، يجي في المكان ده ازاي الا بتعليمات؟ وان ازاي هتطلع من رجله الكوره يبقى فيها هو عارف هي هتروح فين. جت لحمدي فتحي، الراجل قام موقفها على صدره وعلى دماغه، قامت طالعه شويه، قام عاملها على دماغه ناحيه اليمين لكهربا. جيت كهربا واخد المكان الصح، مندفع الاندفاع الصح، حط اورته فيها، جاب الهدف الاول في عواد. هدف جميل جميل جميل، خلى كهربا يفرح، واحنا كجماهير نفرح قوي 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 لكهربا. والهدف الاولاني، هدف اولاني في الدقيقه 60 فتح المباراه. في الدقيقه 66 برضو تمثيليه ثانيه من امام عاشور، وقع برضو جوه منطقه الجزاء. لو كان حكم مصر برضو كان حسبها، لكن طبعا حكم اجنبي مش هتفوت عليه، حكم سلفيني كان حكم جيد جدا برضو، ما قال له قوم، ما فيش اي مشكله. برضو في الدقيقه 66 خرج بقى محمد عبد الشافي الباك الشمال، ونزل مكانه نيمار على اساس ان هم يهاجموا كمان يعني. ومحمد شريف بقى دخل بدل كهربا قابل محمد شريف وهو داخل بالاحضان كده، وقال له بقى ايه، قوم بالواجب يا محمد يا شريف. لما تشوفه وهو بيكلمه بيقول له قوم بالواجب بقى، كمل انت السكه مكاني. طبعا محمد شريف ما كدبش خبر، سمع كلمتين من كهربا وزي ما يكون فعلا وصل له الطيار، اشتغل هو بقى. في الدقيقه 75 هدف لمحمد شريف، ساعه ما نزل مفيش بعديها بثلاث اربع دقائق، سبع ثمان دقائق، وجاب الهدف الاول. دقيقه 75 هدف محمد شريف. محمد هاني برضو الكره عدت لمحمد هاني، خبطت في حمدي فتحي ورجعت تاني لشريف، خدها على طول بيمينه على يمين محمد عواد، جاب الهدف الثاني. هدف رائع رائع رائع، ان كان يدل برضو على ان زي ما بنقول حمدي فتحي ده يا جماعه مايسترو، في كل حته موجود، في كل حته بيخدم الكره، وفي كل حته بيساعد زمايله. بعديها بقى انطلق الكابتن مدحت شلبي، يا ليله رد على المستبد، حاجه استبداد. احنا دلوقتي يا جماعه الاهلي استبد بالفرقه اللي قدامه، وعمل كل حاجه فيها. في الدقيقه 76 نزل شيكابالا نزل في الدقيقه 76، يعني قدامه ربع ساعه ما عملش اي حاجه. اول مره اشوف شيكابالا نازل في المباراه، ما شفناهوش. هو نزل في المباراه، خد كرة اتلخفن فيها، وكرة تانية جات له جت في رجله وطلعت بره. يعني لخفنه، مفيش بعد كده، عدم وجود، مفيش بعد كده. في نفس الوقت برضو مروان عطيه نزل بدل قفشه، وطاهر محمد طاهر نزل بدل الشحات. تغييرات مفيده قوي من كولر، وتغييرات فاشله جدا جدا من فيريرا. النهارده كان استاذ كولر، استاذ فعلا. في الدقيقه 83 نزل كوكا بدل عبد القادر. حب بقى ان هو ايه، يزود بعد ما جاب الهدف الثاني، حب انه يزود شويه خط الوسط المدافع، بحيث ان هو يقابل اي هجوم ممكن يحصل من الزمالك. في الدقيقه 85 صاروخ من امام عاشور، بس كانت الكره خارج المرمى. في الدقيقه 90 بقى، بعد ما قلنا خلاص الاهلي خلاص 2-0 والمباراه خلاص هتعدي، فاجئنا محمد شريف المخيف بهدف تاني. حمدي فتحي طاهر محمد طاهر لشريف، يلا في نص الجون فوق عواد. طبعا كرة لا تصد ولا ترد. في الدقيقة 90 جبنا الهدف الثالث. الاهلي جايب 3 اهداف، هدف لكهربا
واثنين لمحمد شريف. في دقيقه 72 شيكا مش عارف يوقف الكره زي ما قلت لحضراتكم قبل خلاص بقى اتلخبط 3-0 والدنيا باظت خالص. راحت خلاص. الكوره لا دماغه في الكوره ولا عارف يوقف كوره، والدنيا ضببت في وش شيكابالا والامور خلصت. المباراه انتهت 3-0. المباراه انتهت بليله حمراء، بحاجه جميله قوي قوي، بلعيبه كلها حيويه ونشاط، بفريق ناقص 9 لعيبه، ناقص فرقه يا جماعه بتلعب ناقصه فرقه، ورغم كده بتكسب 3-0. بتكسب الزمالك اللي عمالين يطنطنوا بقى لهم اسبوعين ثلاثه، احنا مباراه الاهلي وهنثبت نفسنا وهنطلع وهنخلص الفارق وما نعمل مفيش. الاهلي فعلا بمن حضر، الاهلي خطر، الاهلي خطر، لا تقترب. اوعى اوعى القطر يا عم الحاج. الاهلي ما حدش ياخد قدامه يا جماعه. الاهلي لما اللعيبه بتلعب بشكل جدي بشكل قوي ضغط عالي ما حدش بيقدر عليهم. بنقول مبروك مرة تانية وتالتة للنادي الأهلي، وإن شاء الله المباراة اللي جاية احنا هنلعب مع البنك الأهلي كمان يومين ثلاثة. نتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة، ونفرح دايما مع الأهلي. الأهلي زي ما قلنا يا جماعة، الأهلي حياة، الأهلي روح، الأهلي كل حاجة بالنسبة للأهلاوية. بنقول مبروك للنادي الأهلي، مبروك لكولر، مبروك للعيبة، للجهاز الفني، للإداري، لمجلس الإدارة، لكل الجماهير الجميلة اللي كانت النهاردة عاملة سيمفونية رائعة للنادي الأهلي. بنقول ألف ألف مبروك، ونشوفكم دايما على خير جماهير الأهلي الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.